بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تسليما كثيرا. النهاردة نعمل مع بعض السمك البلطي اللي هو المحشي المقلي. طبعا قبل كده في الفيديوهاتنا اللي قبل كده قلت لكم على طريقة شوي السمك، الطريقة السهلة. المكون الموجود في بيتك وانت غافلة عنه مش واخدة بالك منه، اللي بتحطيه على الصاج قبل ما تشوي السمكة، ما تخليهاش تلزق على الصاجة. تطلع سمكة اكنك شويها في المحل بالظبط وانت شويها في البيت وبكل سهولة. النهاردة برضو هنعمل السمك بقى المقلي بتاعنا المحشي. اول حاجة هبدأ بتنظيف السمكة، بس قبل ما نتكلم في تنظيف السمك يا جماعة اللي لسه اول مرة يخش على قناة النهاردة واول مرة يتفرج بالفيديو بتاعنا النهاردة، يدوس لايك. مش هيفرق، يعني مش هينقصوا حاجة اللايك اللي هيدوس، بس هيفرق معانا احنا كتير جدا. هيرفع المعنويات، يخلينا نقدم كتير وكتير وافضل. وما ننساش تدوس على الاشتراك ويفعل زر الجرس. دي تنظيف السمكة. انا شلت ديلها، شلت الجوانب بتاعتها، شلت الزعانف بتاعتها. دلوقتي اخش على الغشيم. شلتها الغشيم، بس شلته وانا بشيل الغشيم بشيل بشيل العين. ليه بشيل العين؟ لانك انت وانت بتقليها العين دي هتفرقع في الزيت، لا قدر الله تاذيكي، تحرق ايديكي، تربش على ايديكي، تربش على وشك. يعني انا مره كان عندي واحده يعني كنت جايبه سمك وعندي زياره، فكانت واحده من اللي في الزياره بتنظف معايا السمك، فما تعرفش انا بشيل العين فسابتها، جيت اقليها صراحه طربشت وبهدلت ايديا خالص. فانا دي بديها لكم، دي معلومه يعني عشان تبقوا عارفين، عشان ما تاذوش بيها نفسكم يا جماعه. العين مش هناكلها ولا حاجه، بس انت يعني تستفيدي بانك ما تشيليها، لانها هتضرك لو سبتيها. مش هتستفيدي بوجودها في حاجه. فانت تشيلي العين عشان ما تاذيكيش في طربشه الزيت. احنا طبعا شلنا الغشيم بتاع السمكه وشلنا العين وشلنا ظبطناها. دلوقتي بقى ايه؟ بصوا يا جماعه، انتوا طول عمركم طبعا اللي بتتضايقوا من تنظيف السمك وتنضفوه بره، او تبقوا تقولوا لا احنا هناكل سمك مشوي بسبب تنظيفه. انا جايبه شراب ابني ما بيشربوش بقاله فتره طويله جدا، وغسلاه مره واثنين وثلاثه، وعامله فرش الحمام وحطاه في الغساله مظبطاه يعني. هلبس الشراب ده اكن جوانتي. الجوانتات بره يعني ما بتقعدش في ايديك، على فكره بتتهري في ايديك وانت شغاله بيها، وممكن تستعملي مره تانية وترميه، لكن الشراب لا، ده بيقعد معاكي فتره طويله. بتعملي بصابع ايديكي كده بالشراب، في ثانيه واحده سمكه بتنضف، يعني ثانيه التانية التالتة سمكه بتنضف. انت من غير الشراب صراحه بقى بنقعد ننضف ونعمل بصوابع ايدينا، واللي عندها ضوافر في ايديها بقى ولا حاجه تقول لك لا انا ضوافري تتقطع ومش عارفه ايه. لا، الشراب ده هيغني عن كل الاصابات دي كلها. لا صابعك هيتعب ولا هيتهري ولا ضفرك هيتقطم ولا اي حاجه خالص. انت بتحطي جنبك طبق ميه وانت بتنضفي السمك، بتجهزي سمكه كده، او ممكن تعملوا كله مع واحد بعضه. انا بس عشان بصور في الفيديو عملت مجموعه وسبت بس سمكتين بس اوريها لكم في الفيديو. زي ما قلت لكم هنقصقص الجوانب اهي. ونقصقص الديل. في ناس ممكن بتسيب الديل، بس انا حابه لما باجي اقلي سمكه صراحه بخليها كده يعني قرعه كده تنظيفه كده، يعني ما فيهاش اي حاجه خالص غير اللحم بتاعها بس. هي كده لما نيجي بشويها ببقى سايبه الحاجات دي كلها. لكن هيبقى في فرق بين ايه؟ بين المقليه من المشويه. لا، لازم يبقى في فرق من المقليه المشويه. ان انت السمك المشويه بقى سايبه زعنفها كل حاجه، لكن المقليه لا، شايله كل حاجه ومنضفاها خالص. دي طريقتي في السمك يا جماعه، ورا فكره جميله قوي، وهتدوها في الاخر لما تعملوا الحشوه كمان اللي بقول لكم عليها. اتفرجوا على الفيديو لحد الاخر وتشوفوا الحشوه بتاعتنا. بصوا بدخل مقص ازاي. بدخل طرف من طرفين المقص كده، واقوم واخده معايا العين، مش مثلا اقوم عامله قبل العين، لا باخد معايا العين واقص العين كده، واقوم شايلاها بقى الزعنف بالعين كلها على بعضها. زي ما قلت لكم دي لو سبت العين دي هي مش هتستفيدي بيها بحاجه لما تسيبيها، بس هتضرك لما تسيبيها، هتطربش في الزيت. هشيل القشره بتاعتي واظبط السمكه وانضفها. انت طبعا قلت لكم كده مصاصه السمكه يا جماعه تبقى عينيها مفنجينه كده صاحيه كده حلوه، تعرف ان سمكه طازه. تبقى ظهرها عالي كده مليان. الدم بتاعها يبقى احمر وردي كده مش احمر غامق. دي مواصفات اللي تشتري بيها سمكه تبقى ناشفه جامده كده، مش طريه هزيله. تعرف ان سمكه بايته اللي هي هزيله دي مش حلوه. بص بطنها كمان تلاقي بطنها كده ايه، فيها دهن كده وسمينه وحلوه، تعرفي برضو السمكه دي جميله وطازه. بص السمكه ما خدتش يا جماعه حاجه خالص. ازاي؟ من بتيجي من عند الراس كده وتقومي شايله الدم اللي حوالين الراس، وبصبع كده تقومي زقه بصبع كده عند العضمايه اللي في النص شايله الدم. هتقولي يا جماعه طب ما هو الناس كلها عارفه بتنظف سمك ازاي والكلام ده كله. انا بتكلم المبتدئين يا جماعه، في ناس مش عارفه حاجه من دي خالص. في ناس لسه موضوع السمك ده بالنسبه لها ازمه وحاجه صعبه قوي. الفيديو ده حبيت اعمله للناس اللي هي عندها دي مشكله في تنظيف السمك وعندها ازمه في تنظيف السمك، ما بتحبش تعمل سمك مقلي خالص.
كل ما ابنها ولا جوزها يطلب من سمك ما تقول لا لا مش هنعمل مشوي احسن، بتستسهل عن نفسها. لا الشراب والله هيسهلك العمليه خالص. لو عندك عزومه ولا حاجه وجايبه كميه سمك، طبعا مش هتروحي توديها للراجل بره ينضفها لك، هيبقى بمبلغ. واللي عنده عزومه طبعا بيبقى بيحاول يختصر في المصاريف. انت هتعمليه في البيت وفي وقت قصير جدا جدا، مهما كانت الكميه اللي هتعمليها. السمكه ما بتاخدش في ايدك 5 ثواني. السمك بتاعنا خلاص يا جماعه، خلص اهو. ادينا تشطيفه بعد ما خلاص شلنا مصارينه وظبطناه ونضفناه. بصوا نضيف بطنه عامله ازاي. الشراب يعني يا جماعه، بص والله في 5 دقايق 10 دقايق عشان مبقاش ابقى صادقه في كلامي. 10 دقايق السمك ده كله خلص في 10 دقايق، ما كملناش حتى 10 دقايق بامانه. هندوب تشطيفه بس على السريع يعني اخيره كده. بصوا حتى الميه نضيفها ازاي اللي في الصينيه يا جماعه، مطرح تنضيف السمك مفيش خالص اي زفاره فيه، مفيش اي اثر للميه الحمراء اللي هي بتبقى الدم وكده، لا خلاص. احنا من ساعه ما نضفناه بالشراب اول مره خالص شلنا الدم خالص. ادينا تشطيفه بعدها كمان. دلوقتي التشطيفه التانية مفيش اي اثر فيه خالص. احنا دلوقتي هنعمله التتبيله بتاعته. نحط شويه خل. انا ما بحبش انقع السمك يا جماعه في ميه، اللحمه بتاعه بتدوب، الفايده بتاعته بتدوب. حط شويه ملح، حطينا خل. الملح حاطينه في طبق أهو عشان ما نمسكش علبة التوابل ما تزفرهاش. حاطينه في طبق على جنب عشان لما نعوزه نعصر ليمون عليه. يعني حطيت ملح وحطيت خل وحطيت ليمون من غير اي ميه خالص. زي ما قلت لكم الميه هتدوب لحم السمكه، هتطريها. الفايده بتاعتها هتروح فملهاش اي لازمه. انا ما بحبش انقع لا سمك ولا لحمه ولا فراخ يا جماعه في ميه. انا بعمل التتبيله بتاعتي كده وامزجها فيه وتقعد 10 دقايق ربع ساعه. كل الزفاره وكل الريحه الوحشه وكل الدم وكل حاجه بتروح بالتتبيله دي، في غنى عن الميه خالص. احنا بنعصر الليمون بتاعنا ونقوم حاطين القشر جوه كده ونقلب كده من فوق لتحت وتحت لفوق كده عشان المزيج بتاعنا ياخد سمك كله. احنا كده خلصنا السمك بتاعنا. حطينا فيه التتبيله اللي هي تتبيله التنظيف. هنغطيه ونسيبه 10 دقايق ربع ساعه. نروح نعمل بقى ايه البصله بتاعتنا. هعمل لكم النهارده احلى رز صياديه. انا ادهن الزيت وحطيت البصله بتاعتنا بنحمرها خالص يا جماعه. البصله بتاعت الرز الصياديه بنحمرها خالص خالص يعني عشان تبقى الرز غامق. حطيت البصله بتاعتي اقلب بس تقلبتين كده. انا عامله كميه بصله كتير عشان الرز الصياديه بيحب البصل كتير. ما ينفعش بصله صغيره، لا انا عامله تقريبا نص كيلو بصل على كيلو رز. الاول يعني بنسيب البصل لحد ما تحمر خالص خالص يعني. وبعدين نبقى ايه نحط الميه عليها. دلوقتي هوريكم التتبيله بتاعت السمك بتاعتنا اللي هنحشي بيها. عندك راس توم. يعني بصي راس توم، الراس دي راس فصوص التوم بتاعتها كبيره. وعندك البقدونس، هنعمل بقدونس في الحشوه. والثوم بتاعنا اهو. ومقطعه ليمونه. وعندك فلفل احمر وفلفل اخضر بارد حامي، هو لو اللي انت حباه. وشطه وبابريكا. وملح وكمون. هندق الثوم الاول في الهون ونحط عليه الشطه. نحط عليه الملح والشطه والبابريكا. والملح نحط معلقتين ملح الاول، معلقتين مليانين دول، دي معلقه شاي. واحط برضو معلقتين كمون. هي احلى حاجه بدأت سمك الكمون، تخلي طعمه جميل اوي صراحه. احط بقى معلقه شطه لو انت مش حابه دي مع بابريكا مليانه. لو انت مش حابه شطه كتير كده كده احنا عاملين دقه فيها فلفل حامي. حطي دوبك ربع معلقه بس كفايه او نص معلقه طبعا، او استغنى عنها خالص مفيش مشكله، دي حاجه راجعالك. هدق المكونات دي كلها مع بعضها في الهون. هعصر بقى الليمونه الاول كده عشان تساعد على الدق، يعني الليمون ده بينزل الميه بتاعته تساعدنا على الدق شويه. متبقاش الدقه جافه كده، تبقى اعرف ادقها تبقى طريه معايا.
هدق بقى وبعدين اوريكم الخضره والفلفل ده هنعمل فيهم ايه دلوقتي. دقينا الثوم بتاعنا والمزيج المكونات بتاعتنا. بصي ناعمه خالص ازاي، لازم تكون ناعمه لاني انا هاخد منها جزء احطه في حاجه دلوقتي هقول لكم عليها في الفيديو، بس ما اتفرجوا لحد الاخر. دي معلقه كزبره حطيتها بعد ما دقيت عشان تبقى زياده من المكونات. يبقى انا دقينا الاول كمون وشطه وملح وبابريكا وثوم. دلوقتي وبعد ما دقيناهم حطينا معلقه شطه مليانه هندقها برضو. لازم تدوقيها هيبقى ناعمه خالص. هناخد بقى جزء من هنفضي الاول كده اللي في الثوم اللي في الهون كله، وبقينا اجيب طبق اخد فيه جزء صغير عشان هقول لكم هعمل بيه ايه دلوقتي. هحتاجه برضو، يعني مش هاخد الكميه كلها للسمك، لا هاخد نصها او تلت من التلتين. ومعايا الخضره البقدونس ده مش خضره كامله، البقدونس بس انا مقطعه على فكره زي ما قلت لكم. البقدونس بيتغسل وهو سليم وبعدها اقطعه وهو سليم، ما اغسلوش وهو متقطع. هعملها دلوقتي في الكبه بتاعتنا. انا عملت الخضره في الكبه مع الدقه اللي طلعتها من الخلاط مع الفلفل. بصوا ده الشكل بتاعها بعد ما طلعت من الكبه. فلفل والفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والبقدونس عملته في الكبه هو والدقه بتاعتنا. السمك بتاعنا هنحشيه دلوقتي. بص نضيف خالص ازاي، بطنه بيضه جدا ازاي. هنحشي السمك بتاعنا. بصوا شكل السمكه ازاي. مش هنحشي السمكه نملاها على الاخر يا جماعه، عشان خاطر ما تنزلش مننا في الطاسه. لا يعني دوبك البطن بس، الجزء بتاع البطن بس. وبايديك كده بتملحي الجوانب كده بسيط. ايديكي مطرح ما انت حاطه ايدك في المرته بتملحي بس الجوانب بسيط خالص كده عشان متبقاش حادقه. الخلطة دي يا جماعة في الأكل السمك بتفرق معانا جامد جدا جدا في الطعم، بتفرق خالص عن الدقة بتاعتنا العادية. في ناس بتعمل شوية كمون وحبة شطة وملح، وفي ناس تعمل توم وشطة وملح وكمون. يعني في كذا حاجة بتتعمل للبطن السمكة لما باجي اقليها. بس الخلطة دي بصراحة خلطة جبارة، خلطة جميلة جدا. بتخلي السمكة طعمها حلو قوي 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 يا جماعة. عاملة زي سمك المطاعم. انت لو رحت اي مطعم بتلاقيه جوه حشي حاجات كده، قولي يا رب حاشينه ايه ده. وبتبقى طعم سمكة جميل جدا. دي الخلطة دي يا جماعة انا جايباها من مطعم كبير خالص، سألته عليها صراحة بجراءة كده فادهاني الراجل. يعني كويس ومحترم جدا، ما بخلش وقال لا ده يعني منفرد بها بالمحل، لا ادهاني صراحة كتر خيره. كده السمك بتاعي قرب يخلص اهو. الدقه بتاعتنا بقى منها حبه، السمك بتاعها خلص والدقه بتاعتنا بقى منها حبه. الجزء اللي بقى ده يا جماعه ممكن نحطه في السلطه برضو، هيخلي طعم السلطه جميل جدا جدا جدا. يعني وانا بعمل السلطه بتاعتي ما ملحاش احط الجزء اللي بقى ده فيها. كده احنا جهزنا الدقيق بتاعنا، مش هكتر دقيق عشان خاطر برضو ما استنزفش دقيق كتير. حط ابدأي بالقليل. ولو انت احتاجت تبقى خدي عشان ما تزفريش تيجي حطه كميه كبيره وتزفريه خساره ما استنزفي الدقيق على الفاضي. ابدأي مثلا بحاجه بسيطه. لو انت عوزتي يبقى حطي. انا بحب اجهز السمك بتاعي كله في الدقيق عشان لما اجي احطه في الزيت يتحمر بسرعه، ما يقعدش يشرب الزيت ويبقى لسه لونها ابيض خالص. الناس تستغرب تقول لك هي سمكه بقى لها مده على البوتاجاز ليه ده ولسه بيضه وتنشف منك. لا عشان خاطر انت ما بتحطيش، يعني انت بتعملي اول باول السمكه في الدقيق تقوم حطها في طاسه في ساعتها. لا لازم السمك كله يكون الكميه اللي عندك كلها تكوني متبلاها في الدقيق وسايباها في صينيه مجهزاها. الدقيق يشرب السمك يشرب الدقيق. تكوني حطاها في طاسه زيت سخنه جامد. تكون الطاسه يعني بحطها على البوتاجاز بقى 5 دقايق ولا 10 دقايق بس. تكون المهم تكون سخنت. طبعا درجه حراره البوتاجاز بتاعتك تكون سخنت، تقوم حاطه السمكه عليها. تلاقي سمكه احمرت على طول، ما تهرتش ما نشفتش عشان طولت على البوتاجاز. وما تطولش برضو في البوتاجاز. هنخلص الكميه كلها ونروح نقلبها مره واحده.
بألف هنا يا جماعة. اللي بيشوف الفيديو لسه يا جماعة زي ما قلنا يعمل لايك، هيفرق معانا جامد والله، ما هينقصه حاجة، هيفرق معانا احنا جامد، هيفرق في قناتي جامد، هيحفزني نعمل جديد، هيفرحني بلايكاتكم قوي دي. اشتراك برضو وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد ان شاء الله باذن الله. ما تبخلوش علينا يا جماعه بلايك وباشتراك، احنا ما بنبخلش عليكم بحاجه، فما تبخلوش علينا احنا كمان بحاجه. بص كده الدقيق بتاعنا خلص، ما بقاش يدوبك غير يدوبك معلقه شاي صغيره هرشتها على الوش اهي. خلاص بالظبط. ازاي دي ازاي انت بدايه ما قلتلك بالصغير، وبعدين ايه لو عوزت تبقى حطي بدل ما تخسري الدقيق وترميه خساره. السمك بتاعنا خلص اهو. هوزعه بقى بتاعنا بقى عشان ما يلزقش كده. اسيبه بس 5 دقايق الدقيق يشرب، وبعدين ابقى احطه اقليه على الطاسه. ما تقلوش كده في ساعتها، لا اسيبيه 5 دقايق كده اما يشرب الدقيق، وبعدين نبقى نحطه في طاسه نقليه. طبعا احنا قادحين الزيت بتاعنا على الاخر دلوقتي، ونروح نحط السمك بتاعنا. بس الاول هوريكم الرز البصل اللي حمرناه خالص ما انتم شايفين، وبعدين كده دلقت عليها الميه المغليه، وهات عليها المرتة بتاعت الثوم. مرتة الثوم دي يا جماعه بتفرق في الرز صياديه قوي قوي، او بتبقى طعمها جميل جدا. احنا عاملين المرتة اللي هي احنا عملناها للسمك دي، حطينا جزء منها في الميه، بتخلي طعمها حلو قوي قوي. احتجت بقى في ملح بتحط ملح تاني. بس الميه حمرا خالص ازاي. بصي لو انت حابه السمك الرز الصياديه لونه فاتح شويه، يبقى مثلا اعملي البصله ما تحمرهاش على الاخر. لكن احنا متعودين ان الرز الصياديه لازم يبقى غامق بني، يعني بني غامق خالص. هننزل بقى الميه غلي بتاعتنا، هننزل الرز بتاعنا. وهنشوف بقى ايه المقدار الميه، وانت بتقلبي كده بالمعلقه بتشوفي بيبقى عندك الحس بقى انت تطبخي كل يوم وعارفه. يعني بصي وانت بتقلبي المعلقه كده هتلاقي الميه مش كتير، يعني خلاص يعني مغطيه الرز بحاجه بسيطه. تعرف ان الرز كده الميه كده بتاعته ادي الرز كده طبيعيه، ادي الميه كده طبيعي. احنا بقى عايزه، لو انت عايزه ما قلتلك عايزه رز فاتح هتحمر البصله مش قوي. آه هنقلب الرز بتاعنا كده بصوا تمام ازاي. لا مظبوط القدر بتاعه مظبوط كده حلو قوي. هتغلي بقى نحط سيبها على البوتاجاز بقى تغلي غلوة، والتانية والتالتة اول ما نلاقي مثلا خلاص المية خلاص ما فيش غير يا دوبك مغرفة واحدة كده، او مثلا حبة بس على الوش خالص نوطي عليه بقى. والرز بتاعنا كده هيبقى ده السمك بتاعنا قدحنا الزيت خالص جامد يا جماعة يعني. وبعدها نحط السمك بتاعنا كده في الطاسة. السمكة زي ما قلت لكم يا جماعة سيبناها في الدقيق 5 دقايق عشان السمكة تشرب الدقيق، تحمر بسرعة في الطاسة، ما تقعدش ما تطولش، عشان لو طولت السمكة جوه الطاسة هتتحرق وهتنشف. مش هتتحرق، لا هتنشف الاول وبعدها هتقوم محروقة. هكون مجهزة جنبي حاجة كده احط صينية الطاسة. طاسة احط المصفى وتحتها صينيه. زي ما قلت مش هحط مصفى تحتها طبق، لازم يكون المصفى تحتها حاجه يبقى فيه مساحه بينها وبين الحاجه اللي تحتها دي، عشان خاطر تنزل لي الزيت اللي هينزل من السمكه. عندك ورق زبده حطيه. ما عنديش مش مشكله، اعملي زي ما انا عامله كده مصفى وتحتها صينيه. ونحط عليها نرص جواها السمك. بتعالي طبعا البوتاجاز ما بسيبوش واطي، لان انت لو وطيت البوتاجاز هيتحرق كده السمك خلاص الجزء اللي تحت اتحمر. السمكة مش هتطلع. هجيبها الجنب ده. انت قلبت السمكة